السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نعمل مع بعض أحلى صينية كوسة في الفرن، وكمان بطاية محشية ومشوية في الفرن. معايا طماطماية كبيرة وبصلتين صغيرين وقرنين فلفل أخضر وكمان جزراية، هقطعهم كلهم بقى تقطيع صغير زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ أتبلهم بقى بملح، فلفل أسود، ربع معلقة بابريكا، كزبرة ناشفة، 7 بهارات، قرفة مطحونة، وهتبلهم كويس قوي وأعصجهم بإيدي كده لحد لما يشربوا التتبيلة. هجيب البطاية بتاعتي بقى وهبدأ أحشيها بالخضار اللي احنا عملناه ده، وكمان هفصل الجلد عن اللحم وهبدأ أحشيها زي ما انتوا شايفين كده. وبقية التوابل بقى هتبلها بالبطاية كده من بره. وكده انا عملتها من امبارح بالليل وسبتها في التلاجة لحد تاني يوم الصبح. معايا مية مغلية، نزلت بطماطم وبصل وجزر وحبهان وقرنفل وكمان ورق لورا وقرفة خشب وزر ورد وحاجات جميلة كده من اللي بتدي طعم وريحة حلوة أوي للشوربة. ونزلت بالبطاية بتاعتي وهسيبها لحد لما تستوي، ولما تستوي اظبط الملح بتاعها وخلاص كده. يلا بينا بقى نجهز لمحشي الكوسة. حلة على النار فيها نص كوباية زيت ومعلقتين كبار سمن بلدي، ومعايا بصلتين كبار متقطعين تقطيع صغير، هشوحهم كويس قوي. وبعد كده هنزل بمعلقة توم مفروم كبيرة ومعلقة هريسة شطة بتدي طعم حلو قوي قوي في المحشي، وهشوحهم مع بعض. وهزود معلقتين صلصة اديلهم تشويحة مع البصل. وبعد كده هنزل بشفشق عصير طماطم واسيبهم لحد لما يغلوا ويتسبكوا كويس قوي. وبعدين هتبل بقى بملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة وسبع بهارات ومكعبين مرق الدجاج، وهديلهم غلوة كده مع بعض علشان ريحة التتبيلة تطلع كده وتبقى جميلة زي ما انتوا شايفين. وكده الصلصة بتاعتي تبقى جاهزة وزي الفل. معايا بقى رز مغسول ومتصفي كويس جدا، هقلب عليه الخضار كزبرة وبقدونس وشبت. وبعدين هنزل بالصلصة بتاعتي اللي احنا جهزناها مع بعض واقلبها كويس قوي واظبط الملح بتاعها. معايا بقى كوسة متقورة ومغسولة كويس وكمان مشرشراها من بره كده بالمقوار عشان تدي شكل معايا حلو قوي. هبدأ بقى احشي الكوسة بتاعتي وهرصها في الصينية واحدة جنب واحدة علشان هنسويها في الفرن، مش هنسويها على البوتاجاز. معايا بقى شوربة من بتاعة البطة، هزودها معلقتين كبار صلصة من بتاعة المحشي. وهبدأ أشرب الكوسة بتاعتي. الكوسة عقد المية بتاعة الكوسة مش زي أي محشي، يعني بنخلي العقد بتاعها أقل من مستوى الكوسة بشوية، لأن الكوسة بتجيب مية والمية هتلاقوا كميتها تضاعفت معاكم. هنظبط بقى وش الكوسة كده بحتة صلصة من بتاعة المحشي وادخلها الفرن على الرف اللي تحت، يا دوب تغلي كده انا غطيتها بورق فويل علشان تستوي اسرع. هغطيها بقى كده بورق فويل لحد لما تستوي، وبعد كده هطلعها تحت الشواية تاخد اللون اللي هتشوفوه دلوقتي. هنا البطة بتاعتي كانت استوت خلاص. هاخد برضو حتة صلصة من بتاعة المحشي دي خطيرة ودهنت بيها البطة ودخلتها برضو تحت الشواية، خدت اللون التحفة اللي هتشوفوه دلوقتي. شايفين جمال الكوسة؟ شايفين اللون الخطير اللي هي واخداه؟ مش عايزة اقول لكم على الريحة والطعم حكاية. وادي كمان البطاية خدت اللون التحفة تحت الشواية. بجد جربوا طريقة البط دي هتعجبكم قوي قوي. تبلوا البطة على بيات من بالليل وتاني يوم الصبح قومي اسلقيها، بتدي طعم للحمة خطير، تحفة تحفة تحفة. خلاص كمان تسوية الكوسة معانا ممتازة. لايك وشير للفيديو لو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. في رعاية الله، السلام عليكم.